السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. طبعا احنا عندنا عملية زراعة الشعر ما بتبقاش فكرة. بمعنى يعني انا صحيت من النوم فجأة مرة واحدة قررت ان انا اعمل زراعة شعر، فاروح لأي مكان بيزرع فاقول له انا عايز اعمل زراعة شعر طبيعي، فيعمل لي عملية زراعة شعر طبيعي، فيفضل يرص لي الشعر وخلاص. لا طبعا هي ليها مبتدئات. طبعا العملية عميل زراعة شعر طبيعي او بيشن زراعة شعر طبيعي ده ما بيبقاش اللي هو انا مش فاهم الموضوع عشان خاطر اروح اعمل عملية. يعني ما بيتحكلوش ان انا في حد زرع فعمليته نجحت فيروح يزرع على طول. لا طبعا لازم ياخد خلفية كويسة جدا، لازم ياخد كواليتي عن العملية وتجهيز عن العملية، وان هو يبقى عارف هو بيعمل ايه، لان دلوقتي مفيش حد ما بيعرفش هو داخل يعمل ايه في اي عملية، بالذات عمليات التجميل او زراعة الشعر الطبيعي. فدايما بنقول ان الناس اللي هي حابة تخضع للعملية دي، طبعا في فحوصات واشعاعات تحاليل. في تحاليل مطلوبة بنطلبها من البيشن عشان خاطر نتأكد مليون في المية ان هو يصلح لعملية زراعة الشعر. طب في ناس ما تصلحش لعملية زراعة الشعر؟ اه طبعا في اصحاب الامراض المزمنة. طبعا في بعض امراض احنا ما بنعملش للبيشن العملية عشان بيبقى في حاجات في السيولة وكلام من حضراتكم فاهمينه. ما ينفعش نعمل العملية والبيشن عنده مشكلة تمنعنا عن عمل العملية. يعني مش موضوع ان انا هروح ادفع حق فلوس، هدفع فلوس وخلاص يعني، او اخد فلوس وخلاص كونكشن او دكتور يعني. فاحنا دايما بنقول ان انت حضرتك بتاخد فكرة عن الموضوع كاملة وفكرة شاملة، وتختار المكان الكويس اللي انت وثقت فيه عشان تقدر تعمل عملية زراعة شعر فيه. طيب الحاجة التانية، بعد ما انا خلصت العملية خلاص وعملت وزرعت وربنا وفقني، ربنا سبحانه وتعالى وفقني وخلاص، اخترت مكان كويس وبالفعل عملت العملية، ازاي بقى اقدر ان انا اتابع؟ على فكرة المتابعة مع الدكتور برضو مهمة جدا، المتابعة مع نفسي مهمة جدا، لان في متطلبات منك لازم ان انت تكون عارفها وان انت تعملها. مش عارفها وبس، لان في ناس كتير بتطنش الموضوع ده يا جماعة. في ناس ما بتاخدش جلساتها في مواعيدها، في ناس بتنفض بتطنش الفيتامينز بتاعه. فكل ده مهم جدا يا جماعه، لان اكتر البيشن اللي بيكلموني بيقولوا لي احنا بقالنا 5 6 شهور ما خدناش جلسات بلازما. طب بص الشعر بقى عامل ازاي. طب ما هو لازم طبعا ان انت ما تاخدش نتائج كويسه. انت بقالك عامل عمليه من 5 6 شهور ومنفض للجلسات بتاعتك ومنفض للفيتامينز بتاعك، فانت لازم ما تاخدش نتائج كويسه. مش هروح ازرع في مكان واقول بص النتيجه اتاخرت، ده بص مش عارف ايه. طيب ما ينفعش. في الجانب التاني لو انا باخد الفيتامينز بتاعي والجلسات بتاعتي في مواعيدها وما طلعليش نتيجه، من هنا بقول ستوب. النتائج بتظهر بعد 6 شهور. ده طبعا وقت مناسب جدا ان انا ابدا اسال بقى، ابدا اشوف المشكله فين. لو المشكله في توزيع الجرافتات ارجع للمركز اللي انا زرعت فيه. لو الكونكشن اللي زرع لك طبعا بترجع تاني للمركز، لان المفروض الدكتور هو اللي يزرع لك مع تمريض يعني. فاحنا دايما بنقول النصايح دي، ودايما بنحكي فيها بقالنا فتره، لان البيشن بقى يستسهل كل حاجه، عايز يزرع شعره النهارده وما يعملش اي من تعليمات بكره. فده في حد ذاته غلط يا جماعه، واحنا ما بننصحش بيه حد. فارجوكم يا جماعه لازم تمشوا على بروجرام كويس جدا بعد عمليه زراعه الشعر، لان ده اهم من انك خدت الخطوه وخلاص زرعت. لازم تمشي على البروجرام بتاعك كويس جدا، ولازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. زي ما بنقول طبعا ان انت في الاول سالت وعرفت ان العمليه بتتعمل بخطوات معينه. بعد العمليه برضو في بروجرام انت بتبقى ماشي عليه، لازم تتبعه كويس جدا، لان ده يعني 50% او 60% من النتائج بتاعتك
لو اتبعت تعليمات الدكتور بتاعك او اتبعت تعليمات المركز بتاعك اللي عمل لك العمليه، وان شاء الله العمليه تنجح يعني باذن الله. هو انا عايز اقول بس للناس اللي بتسمعني هنا وبتيجي بعد كده تروح تعمل العمليه في مكان والكلام ده، انا بقول دايما اسالوا عن الاماكن اللي انتوا بتروح تعمل العمليه فيها، لان ده مهم جدا بالنسبه لي ان انت تبقى عارف انت هتعمل ايه وهتتابع مع مين وجلساتك هتاخدها امتى والحاجات دي كلها. طيب الناس اللي بتستخدم مينوكسيديل، بصوا يا جماعه انا ما برشحش المينوكسيديل في العياده عندنا او المركز عندنا، ما برشحش خالص المينوكسيديل، لان احنا طبعا احنا قلنا كذا مره احنا بنعالج شيء فلابد ان احنا خلاص ارتحنا من معالجته، اللي هو احنا مشينا على كل التعليمات وعالجنا الصلع الوراثي، خلاص بقى المينوكسيديل ده حاجه مرهقه جدا وكيماويات طبعا احنا ما بننصحش بيها خالص، لان هي مش صح. طيب لو عايز اسرع النتيجه بتاعتي بستخدم مينوكسيديل، بس ده طبعا لو استخدمته اكتر من شهرين 3 طبعا انا فروه دماغي هتاخد عليه. هو الشعر ده يا جماعه عباره عن برضو زي طفل انت بتعلمه يمشي ازاي، بعد ما علمته يمشي ازاي هيفضل ماشي مش هيعرف يقعد خلاص، لو هو خلاص مشي وبقى مندمج في المشي، فانت لما تيجي تقعده بقى يقعد ايه هيقعد يعيط، يقعد يضايقك، يقعد كده يعني. فهو برضو الشعرات بتاعتك لما بتاخد على شيء ما بتسلهوش، فاحنا مش عايزين ندخل في المنطقه دي خالص، خلينا شغالين بالفيتامينز بتاعنا والجلسات البلازما لان مهمه جدا. بعد كده نشوف الحاجات التانيه هل احنا هيصلح معانا المينوكسيديل ولا لا. بس انا دايما ما بنصحش بيه خالص خالص خالص، ما بدهوش لحد اقول له خد استخدم مينوكسيديل بعد الزراعه، ممكن قبل الزراعه، لاني انا او حتى الناس اللي استخدمته قبل الزراعه جابت معاهم نتيجه بيبي هير وبس، مش هتجيب معاك اكتر من كده لان ما فيش شعر اصلا، ما فيش جذور مزروعه. فانا دايما ما بنصحش بيه، وده مش طريقي. انا طريقي الفيتامينز بتاعك وطريقي جلسات البلازما بتاعتك. في ناس كمان بتحب تاخد بلازما من غير ما تكون زرع شعره، ده كويس جدا لان البلازما مهمه جدا لكل اجزاء الجسم. وان شاء الله عمليه موفقه باذن الله. وشكرا لكل الناس اللي طبعا تابعتني الفتره اللي فاتت وقعدت تسال اسئله مهمه جدا، وانا طبعا ما بقدرش اتاخر على حد، وانا تحت امر اي حد اذا كان عايز يتابع او عايز يزرع ان شاء الله باذن الله وموفقين. وان شاء الله الحلقه الجايه نبدا نتكلم في حاجات وانتوا اللي بتسالوني طبعا على الواتساب، وانا بعرضها لكم على اليوتيوب هنا او على فيسبوك او على انستجرام، اي مكان يعني تواصل اجتماعي. واشكركم جدا وشكرا لحسن استماعكم. استاذن بس الناس تعملي سبسكرايب وتعمل متابعه عشان يوصل لها كل جديد في نتائج زراعه الشعر الطبيعي وعمليات زراعه الشعر الطبيعي. اشكركم جدا وفعل زر الجرس واستنى مني ان شاء الله كل جديد.